اهلا بيكم في قناتي. النهارده فيديو جديد. النهارده عملت القطايف بطريقه صحيه وبدقيق شوفان بطريقه سهله جدا وبسيطه وخفيفه جدا، احلى من القطايف العاديه اللي هي بدقيق الابيض. مقرمشه ومقاديرها مظبوطه جدا. تابعوا معايا الوصفه. ولو اول مره بتشوفوا القناه، انا اسمي يسرا ودي قناتي. اتمنى تشتركي عندي في القناه لو محتواها عجبك، وما تنسيش تعملي لايك للفيديو لو الفيديو كمان عجبك. ويلا بينا على الوصفه والطريقه على طول. المقادير معايا بسيطة جدا. محتاجة كوباية من الشوفان. ممكن تجيبوا الشوفان مطحون جاهز وممكن تطحنوه في البيت. انا بحب اطحنه، بجيبه حبوب كاملة. ومعايا بقى بعد كده معلقة صغيرة من السكر ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية. ومعايا بقى بيكنج صودا، هحط ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا اللي هي صودا الخبز. هنقلب بقى بعد كده المواد الجافة مع بعض، وبعد كده هنضيف كوباية من المية. كوباية من المية ده معيار مبدئي. وبعد كده هبدأ بقى اضرب بالهاند بلندر عشان يخليه القوام بتاعها ناعم. ممكن نضربه في الخلاط وممكن من الهاند بلندر، بس الهاند بلندر كانت خطوة اسهل لي فاستخدمته، فشوفوا الاسهل لكم واستخدموه. في الخطوة دي كل ما بتضربوا كل ما بيديكوا القطايف طرية جدا وبتطلع معاكم النتيجة ممتازة. ده كده القوام المطلوب. هغطيها بقى واسيبها ترتاح كده 10 دقايق. ده كده قوامها بعد ما ارتاحت. شايفين تقل ازاي؟ هبدأ بقى ازود مية وابدأ اخفف القوام شوية. هحط برضو حوالي نص كوباية مية في الاول وابدأ اخلط، وبعد كده هزود حوالي ربع كوباية. يبقى كوباية الشوفان خدت مني كوباية ونص من المية الدافية. اهم حاجة ان احنا نظبط قوام الخليط عشان هو اللي بيطلع لنا القطايف بتاعتنا ناجحة وتبقى طرية ومستوية كويس. معايا بقى ميجر كاب او مثلا حاجة كده مثلا ليها بوز، ابدأ انزل منها الخليط بتاعي. ده كده شكله على طاسة سخنة، تكون ما يعني لا سخنة ولا باردة. تكون مائلة للسخونة، يعني تكون مائلة للسخونة عشان ما تتحرقش وتبقى نية. القطايف مش بتتقلب، بمجرد ما بتستوي بالشكل ده خلاص كده هي بتكون استوت. ببدأ اطلعها بقى على فوطة، يبقى تحتها فوطة وفوقيها فوطة. شايفين شكلها حلو ازاي؟ ده الظهر. عايزه اقول لكم ان هي كانت طريه جدا وطعمها حلو قوي وخفيفه جدا. شايفين شكلها مستوي وحلو ازاي؟ اهم حاجه زي ما قلت المقادير نمشي عليها مظبوط، والخطوات بالتفاصيل. وانا بحاول ان اوضح لكم كل التفاصيل في الفيديو علشان لما تحبوا تنفذوا الوصفه ترجعوا لكل خطوه وتبقى واضحه بالتفاصيل بتاعتها. هنا بقى خلاص كانت بدأت تخش في السوا، يعني خلاص بتطلع بخار من فوق. واهم حاجة النار ما تبقاش عالية قوي، يعني اهم حاجة النار تكون هادية شوية برضو في وسط السوا عشان بتكون الطاسة سخنت جدا. عايزة اقول لكم ان هي كانت سهلة جدا عمايلها معايا، ما خدتش مني وقت خالص. ويفضل طبعا يكون لونها كده ذهبي فاتح عشان هي لسه بتغمق شوية لما تبقى في الفرن. ده كده الكمية اللي انا عملتها. شايفين طرية؟ بصوا كانت طرية جدا جدا جدا، مش قادرة اقول لكم قد ايه كانت طرية، زي القطايف بالظبط اللي هي بالدقيق الابيض. شايفين عاملة ازاي؟ وكلهم لون واحد، كلهم واخدين نفس اللون بالظبط. ده دليل على ان الخليط كان مظبوط. عايزه اقول لكم كمان ان طعم القطايف اللي بالشوفان مع جوز الهند كان طعمه حلو جدا. من الوصفات الصحيه الرائعه، هتعملوها في اي وقت ومغذيه ومفيده جدا طبعا. ومعايا بعد كده بقى مكسرات وجوز الهند وزبيب. ممكن تحطي سوداني المتاح عندك، اي حاجه يعني. وهزود كده تركية بسيطة، هحط عسل علشان يدي كده تسكيرة للقطايف بتاعتي. وفي نفس الوقت طبعا العسل صحي، مش هحط كتير، انا هحط معلقة صغيرة كده. وكمان يخليهم كده يلزقوا في بعض، وان هما يعني لما تيجي تستوي مفيش حاجة تخرج بره. الخطوة دي اختيارية طبعا لو حابين. بعد كده هنبدأ بقى نحشي. شايفين؟ عايزة اقول لكم ان هي طرية جدا. هناخد بقى اول واحدة هنبدأ نحشيها. اسهل قطايف هتعملوها، وكمان ممكن على فكرة تحتفظوا بيها في الفريزر. وقت ما تحبوا تستخدموها تطلعوها وعلى الفرن على طول وهي مجمدة، ما تستنوهاش تفك. شايفين بتتقفل معايا بسهولة ازاي؟ عايزة اقول لكم طرية جدا واتقفلت زي القطايف العادية برضو. ده بقى كده شكلها بعد ما قفلنا عليها. شايفين؟ زيها زي القطايف العادية بالظبط.
هنعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة. اهم حاجة ما تملوهاش برضو قوي، يعني تكون الكمية المحطوطة جوه تكون معقولة، يعني ما تبقاش مليانة زيادة عن اللزوم. التقفيل طبعا مفيش اسهل من كده. انا كمان بسرع الفيديو يعني عشان ماخدش من وقتكم. انا بس عايزة اعرفكم ان يعني اسهل حاجة عملتها كانت التقفيل، مفيش ولا واحدة فتحت معايا، وكانوا كلهم حلوين جدا ما شاء الله. بالنسبة بقى للسعرات بسيطة جدا، حوالي من 20 ل 30 على حسب كمية المكسرات اللي محطوطة. طبعا سعراتها قليلة جدا. وعايزة اقول لكم كمان ان انتوا ممكن ما تحطوهاش في الفرن، وممكن تاكلوها كده، وممكن تحشوها مثلا شوكولاتة قبل الدهن. كده خلصت كل الكمية اللي معايا، هحطها بقى في الفرن. وبعد كده هدهن الصينية بتاعتي مسحة زيت، وبعد كده ادهنها من فوق بمسحة زيت، وادخلها الفرن سخن على درجة حرارة 180 على شبكة في النص، وهتقعد حوالي من تلت ساعة لنص ساعة. هنقلبها في الفرن، يعني ما تخليهاش على ناحية واحدة، لازم نقلبها. بعد 10 دقايق كده نبدأ نقلبها على الناحية التانية. كده بقى انا رصيت كل الكمية اللي معايا كلها. تمام، فاض واحدة بس مش مشكلة، بس كده دي كل الكمية اللي معايا عملتها. مسحة زيت بقى ونبدأ ندهن من فوق. خطواتها بسيطة جدا وسهلة جدا. ادخلها بقى الفرن على شبكة في النص. ده كده الشكل النهائي للقطايف بتاعتي. انا حطيت عليها عسل نحل بسيط كده رشة من فوق، لو مش حابين مفيش مشكلة، لان انا طبعا حاطه في الحشو عسل نحل، فعشان كده بقول لكم خطوة العسل من فوق دي اختيارية مش خطوة اساسية خالص. كده وصلنا نهاية الفيديو، يا رب الفيديو يكون عجبكم. كل سنة وانتم طيبين. هناكل اكلات صحية وحلويات صحية في رمضان، سهلة جدا هنعملها في البيت بكل سهولة. ما تنسوش الاشتراك في القناة لو لسه مشتركتوش، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو لو الفيديو عجبكم، عشان الفيديو يقدر يوصل لأكبر عدد من الناس والكل يستفيد.